الحياة في برلين سريعة، وكنت حاسس إني مضغوط زيادة من ساعة ما رجعت، وخصوصا بعد ما الطيارة بتاعتي فاتت وانتظرت 12 ساعة عما قدرت أوصل لبرلين، وكنت محتاج يوم أفصل فيه مع نفسي. انا مش مصدق ان انا رجعت اصور تاني. من ساعه ما انا نزلت مصر وانا ما صورتش اي حاجه خالص، وده اول حاجه اصورها لما رجعت. دايما متعود كده لما برجع من اجازه من مصر باخد يومين 3 كده اجازه افصل فيهم قبل ما انزل الشغل تاني. والحقيقه الاجازه دي انا ما عرفتش بعديها اعمل كده، لان نزلت اول ما رجعت بعديها بيوم نزلت الشغل على طول، فما خدتش وقت افصل فيهم. لان دايما في الاجازه ببقى بجري، ببقى رايح هنا بسافر هنا، عايز اجرب المطعم ده، عايز اكل هنا، عايز الحق اي حاجه، فببقى بجري في الاجازه كلها. فقررت ان انا النهارده بما اني عندي اجازه وانا ما عرفتش اعمل ده او افصل بعديها على طول بعد الاجازه دي، فقررت ان انا اخدكم معايا النهارده. هنطلع على واحد من الاماكن انا بعتبرهم سريه بالنسبه لي، لان انا كنت دايما اول ما ببقى حاسس ان الدنيا جايه عليا في بداياتي في المانيا كنت بروح المكان ده لوحدي، اروح اقعد ما بعملش اي حاجه، اروح اقعد في المكان ده. فبعتبر المكان ده بالنسبه لي سري، فقررت ان انا ما اكلمش حد النهارده، اروح واخدكم معايا ونروح نجرب يوم من الايام اللي انا كنت بعملهم في الاول اول ما جيت هنا. فجهزوا ويلا معايا نروح مكان من الاماكن المحببه لقلبي، بعيده شويه عن سنتر برلين، بس اخدكم معايا. فيلا بينا. وعشان تبقوا عارفين خط السير قبل ما نتحرك، فاحنا هنركب الاول اتوبيس وبعد كده القطر الداخلي اللي هو الاس بان. في اس بان كمان في عباره بتعدينا الناحيه الثانيه من البحيره، وده كله واحنا لسه هنبقى في برلين، وهنبقى بنتعامل بالتذكره الشهريه او الاشتراك السنوي عادي، مش هنجيب تذكره زياده. فيلا بينا عشان نلحق، عشان فاضل على الاتوبيس دقايق، وعايزين نلحق قبل ما نوصل الساعه 6، لان العباره بتتحرك كل مره من الساعه 6 7 8. Not looking for no heaven or gold, cause I got you. وصلت للمكان اللي هنركب منه الباخرة او العبارة، وللاسف طبعا وصلت بعديها بدقيقتين وكانت العبارة اتحركت. هضطر ان انا استنى ساعة عشان اركب واعدي الناحية التانية، لان العبارة بتيجي كل ساعة زي ما قلت لكم. بس تعالوا اوريكم المكان عامل ازاي، حاجة كده خرافية. المشكله اصلا المكان حواليه اصلا في كافيتريات، وفي اصلا مكان تجيب منه ايس كريم واكل، وانا لقيت الاماكن كلها مقفوله على حظي. وانا اصلا نفسي اكل ايس كريم، درجه الحراره 27 اصلا والجو نار، فانا اصلا هبت في دماغي ان انا اكل ايس كريم. فاول حاجه هعملها لما اعدي الثانيه ان انا هدور على مكان اجيب منه ايس كريم، لان بص مع الحر ده هو شويه ايس كريم يطروا على القلب، لان كده الموضوع صعب بصراحه. وبما ان احنا هننتظر بتاع 40 دقيقه كمان، فعايز انصحك نصيحه اتعلمتها من العيشه لوحدي واتعلمتها في الغربه. لازم تبقى عارف لو انت قررت في يوم من الايام ان انت تتغرب، سواء بقى في اوروبا في الخليج، لازم تتعلم مهاره ازاي تسعد نفسك، ازاي يبقى حياتك مش معتمده على حد، ازاي سعادتك وانبساطك ومودك مش معتمد على حاجه ولا على شخص. لازم تبقى عارف ازاي تعمل ده لوحدك، لازم تبقى عارف ازاي تغير مودك وتحسن اسلوب حياتك وتفرح نفسك لوحدك. اوعى تبقى حياتك معتمده على شخص، معتمده على حاجه. اعرف ازاي تسعد نفسك بنفسك من غير ما تبقى معتمد على اي حد، ولا يبقى في حد هو اللي متحكم في مودك. ده بس كانت نصيحتي النهارده. تعالوا بقى نقف في الطابور، لان الناس بدات تقف في الطابور دلوقتي، ونلحق مكان، لان فوق الدور الثاني بيبقى في العباره منظر حلو قوي. فيلا بينا نروح نقف معاهم في الطابور. بعد ما رحت وقفت شويه في الطابور زهقت بصراحه، فجيت بقى ايه اريح على النجيله. طبعا اكتر حاجه بحبها في برلين الجناين اللي كتير. انت عندك جناين بالهبل جنب كل بيت، جنب كل مكان حيوي، في بارك كبيره. عندك اصلا ما بين البيوت وبعضها في اصلا جناين ممكن تقعد فيها، تقعد بقى تنام، محدش هيقولك انت بتعمل ايه، ولا حد ليه علاقه بيك، ولا حد شاغل دماغه بيك انت بتعمل ايه اصلا. بس المهم بس ايه، ربنا يستر وما يبقاش في حشرات، والنص ساعه دي ما يروحش عليا نومه اصلا، والاقي نفسي مفوت اصلا الباخره ولا عارف اروح والدنيا تضلم عليا. فربنا يستر يعني، ما ننامش، نحاول ما ننامش. الباخره وصلت خلاص، هنستنى الناس تنزل ونركب فيها على طول. واحد الانتظار ده بتاع ساعه اصلا، فالانتظار ده مش الطف حاجه، فنستنى الناس تنزل وبعد كده نركب الباخره. يلا بينا.
ركبنا الباخره او العباره او المعديه، ما اعرفش بقى اسمها ايه. المهم الكوميدي هنا ان الكراسي عامله زي كراسي القاعات بتاعه الافراح بتاعه زمان دي، اللي هي ايه، حاسس ان انا قاعد هنا اصلا. هينزلوا السندوتشات والجاتوه دلوقتي، طبعا احنا مش دافعين حاجه فنحترم نفسنا ونقعد من سكات. قال لك بقى المعديه دي هتاخد ربع ساعه، ومن هناك من الناحيه الثانيه من البحيره انت قدامك لحد الساعه 8:30، فغالبا هيبقى معانا وقت لسه الساعه 8:30، يعني فاضل مثلا بتاع ساعه ونص، نقعد ساعه ونص هناك ونشوف الغروب برده، ونرجع من الناحيه الثانيه على اخر بعباره. لو الجو حلو قوي ممكن نقعد وناخد طريق تاني، مش لازم نركب العباره، فنشوف الدنيا هتبقى عامله ازاي. وصلنا خلاص الناحيه الثانيه. تخيل ان في ناس دي بيوتها اصلا، يعني هم عايشين هنا، اليخوت دي بتاعتهم في الصيف دايما لازم يطلعوا باليخوت دي او المراكب بتاعتهم، يتفسحوا في البحيره وينزلوا الميه، ودي بالنسبه لهم دي اصلا يعني شبه العادي، دي حياتهم اصلا. ودي بالنسبه للعبد الفقير الى الله دي فسحه وجاي اخرج هنا. تعالوا بقى ايه نروح نشوف بقى ايه ممكن ناكل ايه، وايه الحاجه اللي احنا ممكن نشتريها تطري على قلبنا. انا شفت علامه ايس كريم، فاتمنى ان يكون في حد بيعمل ايس كريم هنا. يلا بينا. قعدت في مطعم خلاص، المطعم الوحيد اللي لقيت فيه دفع بالكارت. طبعا انت لازم تاخد بالك في الاماكن اللي زي دي هتطلب ايه عشان ما يبقاش فيها خنزير او حاجه مش حلال. فانا عارف انا هطلب ايه، هي بيتزايه بتونه، فدي بص يعني ايه اسلم حل، او تجيب لك بيتزايه خضار. وهجيب كمان حاجه اشربها، لان برضو ايه بتاعه الايس كريم قالت لي مفيش دفع الا بالكاش، فده صعب جدا وده مش معايا دلوقتي. فهيبقى قالت لي عشان تلاقي كاش هتطلع فوق خالص، فالموضوع هيبقى صعب جدا. فنطلب دلوقتي من هنا احسن، وحاجه احنا نقدر ندفعها. طلبت خلاص والاكل وصل، وفي مشكله طبعا وانا بدفع معرفش ازاي الكارت ما اتقبلش، الموبايل اب ما اتقبلش. والولد كان جدع معايا جدا وجي قال لي ايه طب اديني الاكونت بتاع البيبال، ودفعت بالبيبال. ودي على غير العاده عمري ما دفعت هنا ببيبال خالص في اي مطعم. تعالوا بقى ايه نسمي الله وناكل، لان ايه انا جعان جدا. طلبت بيتزايه تونه، طلبت فانتا. البيتزايه اهي شكلها حلو جدا جدا يعني، وريحتها حلوه. وطبعا جايه بعد شقه، لان انا اصلا ما كنتش هاكل وما كنتش هدفع، يعني هو الولد استجدع معايا لما قال لي طب حول لي بالبيبال عادي، فدي كانت حركه مجدعه بصراحه. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. حلوه قوي قوي يعني، والعجينه رفيعه. انا بحب قوي العجينه الرفيعه، بيتقال عليها هنا شتاين اوفن بيتزا، اللي هي البيتزا في الفرن الحجري. وبحب قوي دايما العجينه الرفيعه، بحس ان هي بالنسبه لي اطعم من اللي هي اللي بيبقى العجينه بتاعتها تخينه. فطعمها حلو قوي يعني، ظابط. انا بصراحه ما كنتش حاطط امل قوي عليها، بس طعمها فعلا حلو. اخلص بقى اكل ونروح نقعد على البحيره، لان درجه الحراره بدات تنزل، ودي حاجه كويسه جدا ان الدنيا تبقى منوره وفي نفس الوقت مفيش شمس قويه. يلا بينا. ومن الحاجات الجميله جدا في المانيا اللي جنبي ده حمام عمومي. المفروض الحمام بيبقى نظيف، بينظف نفسه بنفسه. فانت في اغلب الاماكن بتلاقي حمام زي ده بتدفع عليه 50 سنت، في حاجات بتبقى ببلاش. بس الفكره كلها ان انت لو عايز تخش الحمام وانت في الشارع، فهتلاقي مكان تدخل فيه الحمام، والحمام بيبقى غالبا نظيف، لانه زي ما قلت لكم بيتنظف لوحده. والغريبه بقى ان انا لقيت الحمام ده اصلا ببلاش، يعني الحمام ده مفروض هم عاملينه ببلاش ازاي انا ما اعرفش، ومكتوب ان انت بتدفع، بس لما ضغطت على الزرار فتح الحمام عادي خالص وما دفعتش فلوس. فتعالى اوريكم اصلا الحمام شكله عامل ايه من جوه، حاجه كده نظيفه وعلى الرايق، ومفروض اصلا زي ما بقول لكم ببلاش. بيبقى كاتب لك ان هو اصلا فري ما فيهوش حد، وده المفروض اصلا ان هو كاتب ان هو فيه دفع، بس لما بتعمل كده بيفتح لك الباب عادي خالص من غير فلوس. وده الحمام نظيف، الارضيه برضه نظيفه، الحمام بيقفل لوحده، بيرحب بيك بالحمام. طبعا الحمام نظيف جدا، وده برضو يعني للامانه مش دايما كل الحمامات بتبقى نظيفه، بس الحمام ده يمكن عشان في منطقه سياحيه شويه، فالحمام ده نظيف جدا. اول ما بتخش بيرحب بيك، ودي حاجه كوميديه جدا، بيقول لك مرحبا بك في حمامات برلين، فدي حاجه كوميديه.
فده من الحاجات الجميله بقى جدا بحبها هنا، ان هو لو انت عايز تعمل حمام وانت في الشارع مش لازم بقى تخش مطعم تخش كافيه، انت عندك حمامات عموميه، حمامات نظيفه بشكل عام، وتقدر تدفع عليها حاجه بسيطه 50 سنت وتخلص دنيتك والحمام ينظف نفسه بنفسه. زي ما قلت لك اول لما بتخرج الحمام بينظف نفسه بنفسه، يعني فاضل 20% والحمام يبقى خلاص هو دلوقتي في مرحله ان هو الحمام بيتنشف او بينشف نفسه بنفسه. والله يا عمر يا المانيا، تخيل ده بيت ناس عاديه خالص، يعني ده مش مثلا بتاع ناس غنيه او حاجه، ناس عاديه خالص جايبه البيت ده، وده بالنسبه لهم الشارع بتاعهم والبحيره الناحيه التانيه، وتقريبا عايشين في الجزيره لوحدهم. لما الناس بتمشي بتبقى الجزيره تقريبا ملكهم كلها. بيقول لك اللي معاه ربه عمره في يوم ما يخاف. وجبت برضو ايس كريم، وانا بحاسب على الكاشير بتاع المطعم بتاع البيتزا، قال لي عندنا ايس كريم، فرع ايس كريم هناك، لو انت عايز تدفع معايا بالبيبل يعني تدفع رقم اكبر البيتزا والعصير والايس كريم، وبعد ما تخلص اكل تروح تجيب الايس كريم من الفرع بتاعنا قدام. وده طبعا اللي حصل، جبت ايس كريم وجبت ليمون. تعالوا بقى ايه نروح نقعد في المكان اللي انا كنت بقعد فيه كل مره، ويا رب الاقيه فاضي. يلا بينا. وصلت خلاص للمكان ولقيته شبه فاضي تقريبا، مفيش حد اصلا قدامي، فانت بتبقى قاعد شايف المنظر ده قدامك، جنبك المراكب واليخوت بتاكل الايس كريم بتاعك، وجنبك بط ومش عارف غراب وبتاع مش عارف ايه، وجو بتشوف بقى ايه الغروب كله قدامك. فدي بقى بيبقى بالنسبه لي شويه هدوء كده، اعصاب منفصله عن العالم، معرفش اي حد هنا وقاعد لوحدي. فدي بالنسبه لي بتبقى روقان، صباح الروقان، قاعد لوحدي ولا بكلم حد ولا حد بيكلمني، واحلى ترويقه على دماغك. طبعا العباره الاخيره اللي بتعدي لبرلين فاتتني، وانا طبعا عارف ان هي هتفوتني، بس بشوفها بتتحرك كده فقررت ان انا اجرب اجري هلحقها ولا لا. ما انا عارف ان انا مش هلحقها، وعامل حساب ان انا هركب المواصلات من الجزيره من هنا الناحيه الثانيه لبرلين بالاتوبيس وبعد كده المترو، بس قلت ايه اجرب هلحقها ولا لا. طبعا ما لحقتهاش. ده كان فيديو بتاع النهارده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم واتمنى يكون انبسطتوا، وقلت بس ايه اخدكم معايا كده في رحله قصيره ننبسط مع بعض كام ساعه. فلو انت على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب، على الفيسبوك اعمل فولو، واشوفكم في فيديوهات جديده. سلام.